بحكم دراستي للطب فاحنا بنتعامل ان عدونا الاكبر هو الموت وعدم نجاح الخطة العلاجية او عدم استجابة المريض للعلاج، فده معناه فشل لينا احنا شخصيا. فاحنا مش متصاحبين خالص مع الموت. ولكن في هوسبيس مصر ومع الطب النفسي بدأت أشوف الموضوع بشكل مختلف تماما. لما بتعامل مع مريض في أيامه الأخيرة وأنا بتعامل مع أهله، استحقاق الحياة مش معناه إنه هعيش وقت قد إيه، ولكن نوع الحياة نفسها اللي بيعبر عن إنسانيتنا. هوسبيس بتتحرك عكس التيار، لأنه في الوقت اللي كل الناس بتسعى إن هي تحل المشاكل علشان المشكلة ما يبقاش ليها وجود، هوسبيس بتبدأ الدعوة بتاعتها وبتبدأ حركتها من الإيمان بإن المشكلة مش هتتحل، لأن إحنا بنتابع مرضى حالتهم متأخرة جدا والمنتظر هو انتقالهم. دي كانت رسالة قوية جدا جدا بالنسبة لي، عشان كده أنا لسه موجود ومكمل لحد دلوقتي مع هوسبيس مصر.